بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بتلاميذ الصف الثاني الإعدادي يا سنة تانية. كان في أكتر من طالب وطالبة كتبوا لي في التعليقات تحت وكلموني على الواتس إن هم عايزين حل امتحان التاسع والعاشر. أنا النهاردة هحل معاكم الامتحان التاسع من كتاب الامتحان صفحة 74. يلا على بركة الله ركز معايا سنة تانية، لأن الامتحان التاسع ده في حاجات كتير شوية عايزة تركيز. طيب السؤال الأول في الخريطة بيقول لي رقم 1 من المصايد البحرية خليج ده خليج عدن. رقم 2 بيقول لي منطقة زراعة على المياه الجوفية. أي منطقة زراعة على المياه الجوفية على طول واحات. احنا عايزين هنا نعرف اسم الواحة، مش دي مصر؟ يبقى الواحات الداخلة والخارجة في مصر دي اللي واخدها عندك في المنهج. طيب يبقى الواحات الداخلة والخارجة في مصر. رقم 3 بيقول لي منطقة سياحة دينية، ده هي فلسطين. رقم 4 أولى الدول العربية في الغاز الطبيعي، دي السعودية. رقم 5 دي المغرب. أولى الدول العربية في إنتاج الأسماك. طب ما الأثر الناتج، يعني ما النتائج التي ترتبت على تزايد الطلب على مصادر الطاقة بالوطن العربي؟ إيه اللي حصل لما بقينا نطلب كتير مصادر طاقة من الوطن العربي؟ لما بقى العالم يطلب كتير مصادر طاقة من الوطن العربي ترتب عليه ايه؟ تزايد الطلب على مصادر الطاقة في الوطن العربي أكسبته أهمية كبيرة. لو انت كتبت لحد كده صح، أكسبته أهمية كبيرة. كمل بقى. حيث لا يمكن الاستغناء عنها، فهي أساس التقدم والرفاهية التي تتمتع بها الإنسانية في الوقت الحاضر. يبقى هي العبارة كلها في أكسبته أهمية كبيرة. هنكتب الإجابة الكاملة دي، أنا جايباها من كتاب الامتحان صفحة 60. يبقى أكسبته أهمية كبيرة. اتساع مساحة الصحاري في الوطن العربي حصل إيه لما بقى عندنا صحاري كتير؟ هنقول الإجابة دي أدى إلى قيام سياحة السفاري في الوطن العربي التي تقوم على زيارة الصحاري، وقيام السياحة العلاجية التي تقوم على الرمال الساخنة. يبقى نكتب الإجابة دي، بقى عندنا صحاري كتير قامت عليها سياحة السفاري. اتجاه الدول العربية لدعم الصناعات التحويلية. أصبحت الصناعات التحويلية تسهم بنسبة 20% من الصناعات، وأصبح عندنا الصناعات الغذائية والبتروكيماويات وتجميع السيارات والغزل والنسيج. وأصبحت الصناعات التحويلية أكثر مساهمة في الناتج القومي. هنا بس هتكتب أصبحت، زود هنا أصبحت الصناعات التحويلية تسهم. أوجه الارتباط بين زيادة السكان والإنتاج الزراعي في الوطن العربي. أوجه الارتباط زي ما العلاقة بالظبط. بسبب زيادة السكان في الوطن العربي أدى إلى قيام الدول العربية بالتوسع في النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج الزراعي في الوطن العربي. يبقى لما زاد السكان أدى إلى زيادة الإنتاج في الوطن العربي. نكتب الإجابة دي. اختر أي من الدول العربية الآتية تعد الأكثر حظا في امتلاك سواحل طويلة تستطيع استثمارها في صيد الأسماك. السؤال ده مهم. المغرب. أكثر العوامل الطبيعية التي تساعد على قيام الصناعة في دول الخليج العربي. أنا عايزاها في دول الخليج العربي طبعا على طول. مصادر الطاقة الحفرية دي اللي موجودة في دول الخليج العربي. أقل مصادر الطاقة استخداما في الوطن العربي الفحم 1%. من الدول العربية التي تقوم الزراعة بها على مياه الأمطار والأنهار معا. أنا عندي اليمن وعمان وموريتانيا ما فيهمش أنهار، لكن عندي السودان فيها أنهار وفيها مطر، يبقى أمطار وأنهار معا السودان. بيقول لي حدد تقييمك لمدى مصداقية كل عبارة. تكاد تتطابق الظروف الملائمة لزراعة القمح وقصب السكر. هقول له العبارة غير صادقة. ليه؟ لأنه تكاد تتطابق الظروف الملائمة لزراعة الأرز وقصب السكر وليس القمح. يعني الأرز وقصب السكر هي اللي كانت تتطابق زراعتهم مع بعض، مش القمح. لازم تكتب ليه عشان ما تنقص في الامتحان. بيقول لك تقييمك. معظم إنتاج الحديد يتركز بالجناح العربي الأفريقي. العبارة هنا صادقة.
تانية سنة تانية معظم إنتاج الحديد يتركز بالجناح العربي الأفريقي. العبارة صادقة. ليه؟ لأن أهم الدول المنتجة للحديد أهم الدول المنتجة للحديد بالترتيب عندي موريتانيا والجزائر ومصر والمغرب وجميعها في الجناح الأفريقي. ده هو تقييمه. من المعوقات التكامل الاقتصادي العربي عدم التنسيق في مجال الإنتاج بين الدول العربية. طبعا العبارة صادقة، احنا ما بننسقش. التنسيق ده بينتج عنه تشابه في الإنتاج الزراعي والصناعي، فبيعمل معوقات في التكامل الاقتصادي. حيث من أهم معوقات التكامل الاقتصادي العربي تشابه الإنتاج بين الدول العربية مثل المغرب ومصر وسوريا. المغرب ومصر وسوريا فيهم تشابه في الإنتاج. في رأيك ما رأيك في استثمار الدول العربية لسلاح البترول أثناء حرب أكتوبر 1973؟ إيه رأيك؟ هنا أي إجابة هتكتبها صح، لأن هنا السؤال مفتوح. إن استخدام الدول العربية للبترول كسلاح فعال للضغط على الدول العربية المساندة لإسرائيل في حرب أكتوبر كان له دور بارز في تحقيق النصر، ومن أهم أسباب النصر في حرب أكتوبر. اكتب بأسلوبك. المهم إن أنت تكتب إن لما الدول المنتجة للبترول ضغطت على الدول المساندة لإسرائيل حصل إيه؟ كان من أهم أسباب النصر. يبقى كان من أهم أسباب النصر، كان له دور فعال في نصر أكتوبر. المهم إن أنت تكتب عبارة إن كان له دور فعال في إيه؟ في نصر أكتوبر، واكتب أي حاجة تانية. ثانيا التاريخ. امتدت حدود الدولة العباسية غربا إلى أرمينيا؟ لا، غربا إلى المحيط الأطلنطي. استطاع عماد الدين زنكي أن يسترد من الصليبيين إمارة الرها. توران شاه آخر ملوك الدولة المملوكية؟ لا، آخر ملوك الدولة الأيوبية. تم تنظيم الشرطة في عهد مين؟ علي ابن أبي طالب. الحرية المدنية تكفي حرية الفكر بشرط ألا يتصادم مع نصوص الكتاب والسنة؟ لا، دي الحرية الفكرية. ماذا يحدث إذا صار الأمويين على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في المساواة بين البشر؟ إيه اللي هيحصل؟ طبعا الأمويين غلطوا غلطة يا سنة تانية، إن هم كانوا بيفضلون العرب على مين؟ على الموالي. فالأمويين لو ساووا بين العرب والموالي وبين جميع الأجناس ما كانتش هتسقط الدولة الأموية. لم تسقط الدولة الأموية، ويرجع ذلك إلى كراهية الموالي للأمويين، لأنهم كانوا يرون أن الأمويين يفضلون العرب عليهم، وكان من أهم أسباب ضعف وسقوط الدولة الأموية. لم يتبع التجار المسلمين مبادئ الإسلام السمحة في الناحية الاقتصادية. وعايز في الناحية الاقتصادية كان إيه اللي هيحصل؟ التجارة ما كانتش هتزدهر. لم تزدهر التجارة في الدولة الإسلامية. لم تزدهر التجارة في الدولة الإسلامية، دي الإجابة الصحيحة، لأنه بيقول لك من الناحية الاقتصادية. لو أنت زودت قلت لم يدخل كثير من الناس في الإسلام، هي ملهاش علاقة بالناحية الاقتصادية، فخليك مركز في التجارة. لم تزدهر التجارة في الدولة الإسلامية. من هو حافظ على المال العام وأعاد ما وهب له من أموال هو وزوجته إلى بيت مال المسلمين؟ طبعا عمر ابن عبد العزيز، أول قاضي في الإسلام يحكم بين الناس بما أنزل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول قاضي في الإسلام. استطاع أن يؤسس إمبراطورية كبيرة امتدت نفوذها على أجزاء كبيرة من آسيا وبعض أجزاء أوروبا بعد توحيد القبائل المغولية تحت زعامته جنكيز خان. طب رتب الأحداث من الأقدم للأحدث. أول حاجة عندي نشأة الدواوين، بعد كده هنروح كانت في عهد عمر بن الخطاب لفتح جزيرة قبرص، كانت في عهد عثمان بن عفان، بعد كده بناء المسجد الأموي كان في عهد الدولة الأموية، بناء مدينة بغداد في عهد الدولة العباسية، وعندي هنا صلح الرملة في عهد الدولة الأيوبية، وعندي إحياء الخلافة العباسية مرة أخرى كان على يد الظاهر بيبرس كان في الدولة المماليك. طيب أوجه الشبه والاختلاف بين الأشرف خليل ابن قلاوون وسيف الدين قطز. أوجه الاختلاف: الأشرف خليل بن قلاوون حارب الصليبيين واسترد منهم عكا وصور وصيدا، وقام بتصفية الوجود الصليبي.
سيف الدين قطز حارب المغول وانتصر عليهم في معركة عين جالوت. أوجه الشبه كلاهما قام بحماية العالم الإسلامي من الأخطار الخارجية. كلاهما قام بحماية العالم الإسلامي. يا رب يا سنة تانية أكون ساعدتك ولو 1% ووفرت عليك وقت ومجهود وساعدتك يا سنة تانية. افتكر دايما إن أنا موجودة هنا علشان أساعدكم، وربنا معاكم يا سنة تانية. محتاج مني أي حاجة كلمني على الواتس أو اكتب لي في التعليقات.